هو اسم يوقف الإنسان على حقيقته. بمعنى ايه؟ أنت مين أصلا؟ ده ربنا جعل فيك. انت مخلوق من مخلوقات الله. أنت مخلوق من مخلوقات الله، وربنا سخر الكون كله ليك. ومع ذلك كما قال الحسن: كل المخلوقات أطوع لله من الإنسان. يا الإنسان دايما فيه عوج، يقطر عليه يشكو ربه، يفسح عليه يعصي ربه، يمرضه ما يرضاش ولا يصبر، يعافيه يتجبر بعافيته على عباد الله. مخلوق معقد. لذلك الرسل جت علشان تبين لنا اتعدلوا مع الخالق سبحانه وتعالى. أنا بس عايز أبين خلق الإنسان إزاي، كما قال يعني من تكلموا في الإعجاز. أولا لو بصينا القرآن الكريم عندما يتكلم عن البعوضة، الخلق هذا المخلوق اللي هو الضعيف جدا، البسيط جدا، اللي احنا ممكن ما نعرفش ندفعها عن نفسنا واحنا نايمين. مخلوق اولا حركة جناح البعوضة مئات المرات في الثانية الواحدة. فيها 3 قلوب، مش قلب واحد، بس هي لدعتها قاسية، يعني قلوبها كلها قاسية. طيب، يقوم القرآن الكريم يبين ان هذا الشيء البسيط جدا اللي انت يعني شايفه ده ولا تستطيع ان تدفعه، ده مخلوق يعجز العالم كله بكل أجهزته وبكل ما أوتي عن خلق بعوضة. سبحان الله. عندما تقف على الجلد، أولا لابد أن تجري تحليلا للدم قبل أن تأخذ نهمتها من الدم. تعمل تحليل. شوف ازاي هي كده، سبحان الله، قدرة ربنا اداها، قدرة إنها تعمل تحليل للدم. الدم ده يصلح ليها ولا لأ؟ سبحانك. وتخدر مكان الجلد، وما نحسش بيها إلا لما تخلص وتنطلق، تحس باللسعة. هو ربنا كتب لها رزق بهذه الطريقة. سبحانك. دي البعوضة، الشيء البسيط. رصدوا حيوان بحري ضخم وهو الحوت، حيوان العنبر. طوله يعني بيقولوا أكتر من 20 متر. 20 متر وحاجة. هو من الثدييات، يعني يلد، هو يلد، والحمد لله انه بيلد ولا يبيض، لان كانت تبقى يعني مشكله كبيره جدا الحقيقه. فاولا رضعه الصغير 350 كيلو في الرضعه، يعني لو خد في اليوم، بيقولوا في اليوم بيحتاج 3 رضعات 1000 كيلو. هو وزنه اصلا، وزن الحوت بعد كبره 180 طن. كيف يخلق الله سبحانه وتعالى؟ سبحانك يا رب. الرزق لهذا كيف يرزقه سبحانه وتعالى؟ يعني الإنسان يقف يتعجب. طبعا مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى كلها فيها إعجاز. بالضبط. أصبحنا النهاردة الصبح كام واحد شرب مية؟ كام واحد أكل؟ كام واحد تنفس؟ ده إيه ده؟ مليارات المخلوقات التي لا نعرفها أخذت رزقها من الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الأرزاق من الإعجاز أنها قدرت قبل الخلق. الأرزاق بتاعت المخلوقات، مش إحنا كبشر، مش اتخلقنا وبعدين رزقنا. بالضبط، لا، كل شيء مكتوب قبل أن يخلق الخلق ما نعلمه وما لا نعلمه. طيب، نقف بس وقفة. مخ الإنسان قالوا بيحتوي على 86 مليار خلية. تعرف حضرتك، ربنا يعافي الجميع، لو جبنا شيء راس دبوس وجت حطت عليها نقطة دم، لو بصينا كده مش هنشوف نقطة دم. هذا الشيء اللي يرى بالمجهر لو جه على خلية أصيب الإنسان بشلل، بعمى، بعجز، سبحانك، بجلطة. هي الجلطة إيه؟ ما مقدار نصف، شوفها على راس الدبوس، دم تقف على خلية خلاص تعطل بعض حواس الإنسان. إذن ده يبين أنت ضعيف
ده انت طبعا محتاج ليه في كل طبعا نفس. طبعا. ده انت محتاج تفوض امورك ليه، ومحتاج تتعادل معاه. 86 مليار خلية عصبية في المتوسط، بتزيد على كده. شبكية العين قالوا فيها 10 طبقات. الشبكية العين اللي احنا بنشوف بيها، اللي ربنا قال لك يا اخي بص بيها للحلال، ما تبصش بيها للحرام. امشي بيها في الحلال وما تمشيش بيها في الحرام. فيها 10 طبقات، في كل طبقة فيها 140 مليون مستقبل للضوء. شوف حضرتك، وحضرتك 140 بتشرح مليون. لازم البني آدم يقعد مع نفسه ايه ده؟ ويفكر كده، نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه قد ايه كبيرة وعظيمة واحنا مش واخدين بالنا خالص منها. خالص. حضرتك لما واحد ده قريب مش من زمان يعني، يعني على قيد الحياة، حبس البول عنه. المهم نقلوه، راجل فوق ال70 سنة، نقلوه القصر العيني. فالمهم لما ركبوا له القسطرة، طبعا البول قعد محبوس عنه كام ساعة، ألم شديد، ربنا طبعا. ما يصيب الناس بهذا. امين يا رب. فلما ركبوا له القسطرة وخرج منه البول استراح. فولاده واقفين فبيقولوا له بس هنخرج بس نشكر الدكتور اللي هو ركب لك القسطرة. فبكى. يقولوا له بتبكي ليه؟ قال لأن ربنا 70 سنة بيخرج مني الشيء ده، ما فكرتش أشكره في لحظة على هذا الإخراج. ولما بشر تدخل عشان يخرجه بندور ان احنا بندور عشان نشكره. نشكره. صح. شوفي، صح طبعا. اللي يعرف نعمة العافية والله ما يعصي ربنا بيها طبعا أبدا. طبعا طبعا. طيب. هو مع الأسف بس البني آدم ما بيحسش ولا ينتبه ليها إلا لما بيمرض ويتعب، ده صح. يقول يا دي الصحة دي حاجة مهمة جدا. ده صحيح. طيب، بيخرج من العين للدماغ عصب بصري يحوي 500 ألف ليف عصبي، حاجات احنا ما نشوفهاش طبعا. ولا ندري بها. طيب، الأذن 30 ألف خلية سمعية في الأذن. في الأذن اللي انت بتسمع بيها دي وبتنقل بيها كلام سيء، وتتصنط بيها على الناس وتتجسس بها وتؤذي بها نفسك وغيرك. يا أخي شوف ربنا خلقها لك بدقة ازاي. صح. 30 ألف خلية سمعية لنقل أدق الأصوات. الدماغ بيتلقى، أو في أجهزة تقعد تحلل الأصوات ديت عشان تشوفها هي جاية منين. زي الإنسان أول ما بيسمع ينتبه. خبطة، بص إيه اللي خلاه يبص كده وهي الخبطة جاية من هنا، ما بصش كده. ده شيء لا إرادي. طيب، اللسان. لسه كنت هقول لك اللسان بقى. اللسان ده اللي احنا ربنا شوف يأيده بقد ايه وربطه بقد ايه اشياء. اسنان وبعدين شفة علشان نخلي بالنا من الكلمة وهي طالعة. اللسان عليه 9000 نتوء ذوقي عشان تتذوق به الطعام. 9000 نتوء ذوقي عشان تعرف الحلو من حتى دي الماء. بنحسها لما الواحد بياخد دور شديد جدا ويبدأ يحس ان هو حاسس مش التذوق مستطعم مش موجود مش عنده. مستطعم الأكل. التهابات أدت إلى عدم الإنسان مش قادر يتذوق الطعام. الفم، الغشاء المبطن للفم فيه 500 ألف خلية. الدم ده إعجاز عجيب. الدم وحركة الدم في الإنسان دي إعجاز لوحديها. كل 100 متر مكعب من الدم فيها 5 مليون من كريات الدم الحمراء. 5 مليون من كريات الدم الحمراء. الدم اللي هو احنا اللي ما بنحسش ازاي بياخد وبيتحرك ازاي دورته جوه وازاي الجسم. بيتنقى ودور الكلى وبتطلع ازاي هذا شيء عجيب جدا. الكلية الشيء اللي الانسان ربنا يعافي الجميع، لو الانسان بيغسل كلى بيحتاج يغسل يوم بعد يوم. شوفي كم ساعة بيظل تحت الجهاز. جهاز ضخم والموضوع متعب جدا ومتعب جدا، ويبقى طالع تعبان ومرهق ويسندوه ويروح عشان يقعد يوم معقول، واليوم اللي بعديه لازم يغسل. طيب ما انت عندك كلية قد قبضة الايد صغيرين كده 2، هنا مليون خلية ترشيح وهنا مليون خلية ترشيح. تقعد
تصفي لك كل شيء وانت مش داري هي بتشتغل ازاي. تصفي تصفية وترشح الدم وتاخد الأملاح والبول يتقاطر في الحالب ويخرج وانت مش داري الأجهزة دي. لذلك القرآن لما يقول ايه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أخي بص لنفسك هتلاقي نفسك فيك إعجاز وتعقيد طبعا. في خلايا وأعضاء وأنسجة، ومع ذلك لما بتغضب لسانك بيفلت بسب وشتم. لما بنشوف حاجة من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى بنقول سبحانك يا رب. ما هو برضو الأولى أن أنت تبص أنت ربنا سبحانه وتعالى خلقك إزاي. نعم. فده الكلية، كمية الدم اللي بتمر خلال الكلى في اليوم 180 لتر. لما بتلف تاخد لفتها، يعني عمل ما بتاخد لفتها كده بيحسبوها كل ده في اليوم بيكمل 180 لتر. الوحدات وحدات الترشيح دي بيقولوا لو فردوها هتلاقيها 380 متر. الإنسان وهو بيقرأ ده ويشوف الإعجاز، وعلماء التشريح تكلموا عليها من القديم، وكل ما يتقدم العلم كل ما نعرف كيف أن الله خلق هذا البدن بهذه التعقيدات. سبحانك يا رب. علشان تنتبه لحالك يا أخي وتخلي بالك من صحتك لأنها أمانة. بالضبط، صحتك أمانة. وربك فرض عليك فروض اديله وقته. صح. ربك فرض عليك أخلاق ادي الناس الأخلاق وعامل الناس بما يرضي الله. فده كله يبين لما نسمعه يقول سبحان الخالق. انت كده دخلت كلية الطب يا شيخ عويد. لا ده هي حاجات يعني بتخلي الإنسان يقف طبعا على حقيقة. طبعا. لا انت وضحت حاجات مهمة مفيش حد بينتبه ليها.